فلفل شطة أحمر وأخضر لأكتر من سنة هتحتفظي بيه في التلاجة. الطريقتين اللي هنعملهم النهاردة طريقتين مختلفتين جدا جدا. يلا مع بعض نبدأ بسرعة ونقول بسم الله، بس ما تنسوش تشجعوني بلايك كتير لو عجبكم الفيديو. معايا كيلو من الفلفل الأحمر، كيلو من الفلفل الأخضر الشطة. لو انتوا بتحبوا الحاجات اللي تكون سبايسي قوي اختاروا دايما الفلفل اللي هو يبقى المشطشط ده. بجيب أول كمية الفلفل الأحمر ديت وبغسلها كويس جدا، وبعدين بسهل على نفسي واقطعها كده بالمقص. بضيف عليهم نص كوباية من الزيت، ربع كوباية من الخل، معلقتين كبار من الملح، والمعيار اللي معايا دوت بيعادل معلقتين، وكمان معلقة صغيرة خالص من السكر. برفعهم على النار وببتدي ان انا اقلب كويس جدا واسيب الفلفل دوت على النار كده. وتعالوا نشوف الطريقة اللي بعد كده. اما الفلفل الاخضر ده خلي بالكم ان نوع الفلفل ده تقريبا اسمه مكسيكي. لو هو فعلا اسمه فلفل مكسيكي يا ريت تكتبوا لي دلوقتي حالا في الكومنتات. دايما بشوفه في اسكندرية في المحلات الكبدة بتجيبوه، وانا طبعا انتهزت الفرصة وقلت اما اخد كده نص الكمية اللي معايا وهعملها هعملها الفلفل الهالبينو. قطعت الكمية وتكون سميكة شوية، وجبت كوبايتين كبار من المية تكون بتغلي كويس جدا جدا. ضفت عليهم 4 معالق كبار من الملح، كمان ضفت عليهم ربع كوباية من الخل ورشة سكر بسيطة جدا. قلبتهم تقلبتين، واحنا دلوقتي بنعمل المحلول ضفنا مية سخنة لان احنا بنعمله سريع، يعني عايزينه تاني يوم على طول ناكل منه. وكمية الفلفل دي كلها ضفتها في برطمان يكون نظيف، ويا ريت لما بنعمل مخللات يكون البرطمان يكون زجاجي الافضل يعني. وكمان شوية شرايح ليمون كده من فوق الوش، وقفلت عليه كويس جدا. طبعا لو احنا في الصيف الطريقة دي تقدروا تاكلوا منه تاني يوم، هتلاقوا لونه غير كده تاكلوا منه تاني يوم. وده الفلفل الهالبينو. تعالوا بقى نكمل بقية وصفتنا. رحت بقى جبت الكبة بتاعتنا وضفت ضفت نص كوباية زيت، عليها ربع كوباية من الخل، عليها قطعة كبيرة شوية من الثوم المهروس اللي كنا خزناه قبل كده مع بعض، عليهم معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، كمان معلقتين كبار من الملح، ونص معلقة صغيرة من السكر. هتلاقوني دايما بضيف سكر لانه يعتبر السكر مادة حافظة. جبت كمية بقى الفلفل بتاعتنا وابتديت ان انا اضيفها واضربهم كويس جدا جدا. وعملت الفلفل الاخضر بطريقة مختلفة حلوة قوي. عارفين بقى انا بعمله بالطريقة دي كده ليه؟ بيقعد معايا اكتر من سنة في التلاجة ما يحصلوش اي حاجة لو حافظتي عليه واستخدمتيه صح. ده بقى في تتبيلات الاسماك يا جماعه. الله، طبق فول كده حلو، يا سلام، بتنجانيه مقليه كده وعليها شويه من ده. الله الله، عايزه اقول لكم حاجاته يعني استخداماته كتير قوي. عشان تحافظي عليه تروحي جايبه شويه زيت كمان من فوق الوش كده، ولما تعوزي تاخدي منه بره البرطمان، يعني المعلقه تكون نظيفه عشان تقدري تحافظي عليه وقت اطول. وطبعا الحفظ طبعا بيبقى في التلاجة. نرجع بقى لهريسه الشطه بتاعتنا. هي كده بقت تمام. استنيت بقى طبعا لحد لما الفلفل فقد كل السوائل اللي فيه، وطبعا الحجم الفلفل هنا خس كده، تحس ان هو خس كده خالص لانه هو فقد السوائل. بجيب الكميه كلها وتقدري تضيفيها في الكبه او تضيفيها مثلا في الخلاط، مفيش مشكله خالص. وبضيف عليهم ربع المعلقه الصغيره ملح الليمون لانه ماده حافظه ليه. مش عايزين تضيفوا ملح ليمون بلاش. الافضل هنا ان احنا نستنى لما يبرد خالص وبعدين نبتدي ان احنا نضيفه في البرطمان. بس الحقيقه انا ما صبرتش. عايزه اقول لكم ان الطريقه ديت مميزه جدا. انا دايما بعمل الهريسه اللي هي بعمله شبه الفلفل الاخضر اللي احنا عملناه من شويه، بس الطريقه ديت احلى بكتير قوي. غير كده وكده انا لاحظت يعني وانا بشتري هريسه جاهزه من السوبر ماركت ما بتبقاش زي اللي احنا بنعملها، بتبقى شبه دي، بتبقى بيري كده خالص. فقلت اجرب الطريقه دي، والحقيقه الطريقه دي حلوه جدا جدا. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انتوا استفدتوا والمحتوى دوت عجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا انكم تشجعوني وتدعموني وتعملوا لي لايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.